أقسم بالله العظيم أن هذا المعمم حسم لك الموضوع من جذوره لكي تعلموا لماذا يتم الهجوم على السعودية من الروافد ومن الإخوان على أتفه الأسباب. لذلك أنا مع الملاهي والمراقص في بلاد الخليج كلها أصلا حتى يقل التوحيد. كل ما يقل التوحيد عند المسلم السني الموحد كل ما الأديان ترتاح. المسيحي يروح يصلي يرتاح، الشيعي يلطم يرتاح، الدرزي يربي شواربه يرتاح، والله العلوي يحط علم بشمس يرتاح، اليهودي يصلي يم الحائط يرتاح، الملحد يكفر بالله يرتاح، كله ترتاح. متى؟ حينما تكثر الملاهي والمراقص وشرب الخمور في بلاد التوحيد والسنة، اي كله ترتاح. اما لا والله ذا سدوهن لا اشرد لم غراضك واشرد نخرب بسرعه. وأقسم بالله مرة أخرى أنهم لا يعادون السعودية لأنهم يكرهون آل سعود، بل لأن السعودية طبقت المنهج القائم على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وأزالت كل المقامات والأضرحة التي كانت في البقيع التي كان يشرك بالله عندها أيام الدولة العثمانية. ولو رجعت السعودية مرة أخرى لمنهج الصوفية لأحبوهم حبا كبيرا ولقربوهم ولنصروهم في كل نات. لكن ماذا نقول؟ هذا صراع الشرك مع التوحيد إلى يوم القيامة.